نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. وصفتنا النهاردة سهلة وسريعة وكمان لذيذة جدا جدا. تعالوا مع بعض اما نشوف المكونات والطريقة. معايا ربع كيلو من الكنافة، يفضل تحطها في الفريزر عشان تعرفي تفتتيها وتبقى ناعمة معاكي بسهولة. ببدأ أفتت الكنافة بتاعتي كده، خليها ناعمة بالشكل ده، وحطيت عليها كمان نص كوباية من السمنة. أقلبها كده كويس مع بعضها عشان تتشرب كل كمية السمنة اللي أنا حطيتها. وهستخدم كمان المعلقة اللي هي بتاعة الآيس كريم، ولو انت حابة الكنافة بتاعتك تكون حجمها أصغر من كده ممكن تستخدمي المعلقة اللي هي المعيارية اللي هي البلاستيك، هتستخدمها برضو هتديكي نتيجة كويسة. اشكل الكنافه بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه كده في الفيديو. ما شاء الله الطريقه سهله وسريعه جدا، ما بتاخدش معاكي وقت خالص، والمعلقه بتاعه الايس كريم بتطلع معاكي الشكل مظبوط كده زي ما انت شايفه، وبتطلع بكل سهوله من المعلقه، ما بتلزقش ولا حاجه. هخلص الكميه كلها، لازم تضغط عليها كويس علشان ما تبقاش متفتته معاكي، ولما تدخلها الفرن ما تفكش منك. خلصت الكميه كلها وبقت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. حطيتها طبعا في صينيه مدهونه برضو بالسمنه، وهحط عليها كمان رشه كده بسيطه من السمنه على الوش عشان تتحمر معايا من كل النواحي. وبتحطها في الفرن على نار متوسطه على الشبكه في النص لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. واول ما بتخرج من الفرن وهي سخنه بتكوني مجهزه معاكي شربات تقيل وبارد، بتبداي كده تحطي كده رشه من الشربات على الكنافه، وبتسيبيها على جنب لحد ما تبرد تماما. على بالي الكنافه بتاعتنا ما تبرد هنجهز الكريمه اللي هنحشي بيها الكنافه. معايا كوبايه من الكريم شانتيه المخفوق، ومعايا كمان كوبايه من الكاسترد، مع تكوني عاملاه وسايباه لحد ما يبرد تماما زي ما انت شايفه كده. الكاستر الجاهز اللي هو البودر، بتحطي كوبايه من الحليب مع معلقه ونص من الكاسترد وبتدوبيهم، وبتحطي طبعا كمان معلقه او معلقتين كبار من السكر، وبتدوبيهم على البارد، وبعد كده بترفعيهم على النار لحد ما القوام بتاعهم يتقل، وبعد كده بتسيبها تبرد، وبنضرب الكريمه مع الكاستر، بتدي طعم جميل جدا جدا للحشوه اللي احنا هنعملها. وببدأ بقى ازوق الكريمه بتاعت الكنافه بتاعتي كده زي ما انت شايفه. تعملي وردات كده على كل واحده من الكنافه. ما شاء الله طعم الكريمه جميله جدا جدا، جربيها بالطريقه دي هتعجبك باذن الله. كريم شانتيه وكاستر جاهز، وزينيها بقى حسب ذوقك وحسب رغبتك بالمكسرات او بالكريز اللي هو المسكر، وبتقدميها بألف هنا وشفا. ان شاء الله الوصفة تعجبكم النهاردة، ولو الفيديو عجبك متنسيش تعملي لايك للفيديو علشان يوصل لعدد كبير من المشتركين، وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديو الجديد ان شاء الله. اسيبكم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.